لو فاكر ان انت رايح امريكا وامريكا دلع وهتتدلع هناك وهتقعد حاطط رجل على رجل وما بتعملش حاجه، تبقى غلطان. يبقى الفيديو ده ليك. ليه؟ انا في الفيديو ده هعرفك كل حاجه دلوقتي عن الشغل في امريكا، او هكلمك عن الحلم الامريكي عامه. ما هو الحلم الامريكي؟ هو ايه الحلم الامريكي؟ الحلم الامريكي هو انك تلاقي سكن كويس، تلاقي تعليم كويس، تلاقي شغل كويس اللي هو بيديك فلوس كويسه، والشغل في نفس الوقت يكون سهل وما يكونش صعب. طيب، هو ده الحلم الامريكي. ده التعريف بتاع الحلم الامريكي، الامريكان دريم. هو ده التعريف بتاعه في اي حته في العالم. كل البلاد اللي في العالم عايزين يروحوا امريكا عشان خاطر الحلم الامريكي. عايزين يبقى عندهم حريه في كل حاجه يعملوها، فلوس كويسه بتجيلهم، عايش عيشه كويسه. ليه الحق انه يعمل اي حاجه؟ تمام. طيب، ليه انا بقول لك ان انت لو رايح امريكا فاكرها دلع؟ ده دلوقتي مش هتلاقيه. هقول لك ليه. امريكا دلوقتي بقى نظام الشغل فيها استعبادي. اي حد المدير بتاعك في الشغل او صاحب الشغل هيعاملك معامله استعباديه. هو عايزك خلاص، مجرد ما انت اتعينت موظف عنده هو عايزك عبد عنده. زي ما بقول لك كده، عايزك ما تخشش الحمام، عايزك ما تاخدش بريك، تشتغل التسع 10 ساعات في اليوم بتوعك، وممكن يزود لك اوفر تايم. والاوفر تايم بالمناسبه بيبقى فلوسه عبيطه جدا، يعني مش زي ما انتم متخيلين. فهو بيبقوا عايزين كده. ليه؟ لان هو شغال بعماله قليله. زي ما انتم عارفين الضرايب مبوظه الدنيا خالص. الاسعار اللي مرتفعه مبهدله الدنيا، عامله يعني الكرنسي انفليشن اللي هو تضخم العمله مبهدل امريكا خالص، كاويهم بمعنى اصح. فهم عايزين حد كده، هم بيدوروا على حد كده ممكن يمشي العماله اللي عنده، ويبتدي يجيب واحد لسه مهاجر جديد، واحد لاجئ مثلا، علشان خاطر يطبق عليه الحاجات اللي انا بقولها لكم دي. فانت لو رايح، حاول احسن ان انت تبقى شغال عند حد تبعك، حد بس ما يكون يعني حد يكون انت عارفه كويس، اللي هو ضامن. ليه؟ لان العرب هناك هيبهدلوك هيبهدلوك يعني اللي الامريكان بيعملوه ما يجيش حاجه ربع اللي العرب هيعملوها. ده كده كده هيشغلك اوفر تايم، يا اما كده يا اما مش هيديك مرتب ومش هيحاسبك عليه كمان. ولو حاسبك عليه هتبقى عارف حاجه قليله جدا، وممكن يحاسبك على وقت معين في الاوفر تايم وبقيه الوقت لا. وهيشغلك حاجات ازيد من اللي انت المفروض تعملها. يعني هو بيبقى عايز من الاخر واحد خارق، عايز روبوت يجي يشتغل عنده، ومش عايزك تاخد اجازات خالص، وعايزك تنزل على طول عنده ومش عارف ايه، ويكلمك تجيله. الحاجات دي موجوده. الحاجات دي موجوده عند العرب، عشان كده هتتبهدل. انا بقول لك هتتبهدل. مفيش اي احترام لحريتك ابدا، على عكس الامريكان. يعني الامريكي هيشغلك عنده، هيبهدلك ويعني هيطلب منك حاجات كتير، بس في وقت الراحه بتاعك اللي هو وانت قاعد في بيتك لا هتلاقيه يكلمك ولا يقول لك انزل لي ولا اي حاجه. هتلاقي فلوسك نزلت لك في مواعيدها، على عكس اللي العرب اللي في امريكا بيعملوه. ممكن فلوسك ما تنزلش في ميعادها، ياخر عليك فلوسك، يقللها عليك، حاجات كده. فهي دي مشكله العرب اللي في امريكا. نرجع لموضوعنا. ليه بقول لك الشغل في امريكا صعب دلوقتي؟ يعني الوظائف يعني مش هتلاقي ازيد من الوظيفه اللي هي 16 دولار في الساعه. مش هتلاقي ازيد من هو طبعا ممكن تلاقيها، بس ايه اللي منتشر؟ ال 16 وما اقل. يعني ال 16 دولار في الساعه لو لقيتها يبقى كويس. ممكن تلاقي اللي هم اللي بيبقوا منتشرين 13 دولار في الساعه، 14 دولار في الساعه، حاجات عبيطه كده كلها، والشغل مهلك. يعني طلعان روح. خد بالك، يعني انت مش رايح انك هتشتغل شغلانه مريحه وهترتاح وكده، لا. الشغل دلوقتي ما فيهوش اي راحه تماما، انت رايح هتتبهدل. السكن صعب جدا دلوقتي. يعني بجد انا بشفق على الناس اللي رايحه مش عارفه هي هتسكن فين. بجد يعني الناس حتى اللي كسبانه الهجره ما عندهاش حد في امريكا، مش عارف هو هيقعد فين. دول انا بشفق عليهم جدا جدا جدا، لان بجد صعب قوي ان انت لما تروح في امريكا دلوقتي ما تبقاش عارف انت هتروح فين. لازم بيت. بص، سيبك من العربيه، سيبك من الشغلانه، مش عارف، سيبك من كل الحاجات دي كلها تتدبر بسهوله جدا. ولكن اصعب حاجه فعلا في امريكا السكن. عشان كده بقول لك لازم تيجي معاك فلوس. ليه لازم تيجي ليه بقول لك لازم تيجي معاك فلوس؟ السكن. هتبات في الشارع. انت عندك اقل اوتيل النهارده ب 300 دولار في الليله، ولو لقيته يعني ما عندوش حد هينزلها لك ل 200 دولار في الليله. يعني ما فيش اوتيل حاليا في امريكا باقل من 200 دولار في الليله. انت متخيل؟ شايف المشكله؟ فانت هتفضل قاعد امتى؟ قاعد عندهم لقد ايه؟ محتاج مبلغ. عشان كده بقول لك ما تجيش باقل. لو جاي هجرة اعمل حسابك في 10000 دولار. حاول ما تجيش بأقل منهم. يعني لو هتيجي بأقل منهم لازم يبقى انت عارف هتسكن فين، عندك حد قريبك هناك هيساعدك، وتبقى ضامن انه هيساعدك. عشان ممكن في ناس بتخلع، في ناس يقول لك انا هساعدك واول ما تيجي ما يجيش يجيبك حتى من المطار، زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده. الناس اللي ما شافتش الفيديوهات القديمة ارجوكم روحوا شوفوها، لان فعلا هتفيدكم بحاجات كتير. لان انا ملخص فيها حاجات، خد بالك يعني، عن تجربة وحاجات حصلت قدامي وكده، فهتتبسطوا يعني. فانا جاي احذركم من الموضوع ده.
ممكن ما يجيش يجيبك من المطار اصلا، قريبك ده اللي انت فاكره ان هو هيجي يرحب بيك وهيشغلك عنده وهيقعدك عنده في البيت وكل الكلام ده. لا، انا عايز اقول لك لو قعدك عنده في البيت هتبقى كام شهر كده، ان كمان كمل شهر يعني، وفي الاخر هيقول لك شوف لك مكان بقى تاني علشان تتعشى كده. وده هيبقى حقه، لان الدنيا صعبه دلوقتي، الدنيا في امريكا صعبه. اه طبعا مش صعبه قوي، وفي ناس قادره تعيش وكده، والدنيا ما هياش يعني دمار، و يعني ما فيش حد بيعاني قوي. ولكن مقارنة بالأول أمريكا متبهدلة في يعني تضخم العملة ده، مبهدل الدنيا خالص. الأسعار اللي زايدة، هتقول لي زايدة 3 $4، بس لما تجيب كل حاجة زايدة 3 $4 هيعملوا معاك مبلغ صعب. يعني تخيل في كل سلعة، هتقول لي يا عم دي زايدة 3 $4، طيب تخيل في كل سلعة زايدة 3 $4، شوف انت هتطلع في الآخر معاك كام سلعة منهم زايدة. بهدله. هتطلع في الاخر يعني زمان اقول لك على حاجه، كنت بتخش السوبر ماركت تجيب اكل الشهر كله، الاكل بتاع فعلا الشهر كله يعني، آه، يوم ما يجي يقول لك 103 مثلا، تطلع ال 100 تبقى الناس بتبص لك كده. يعني دلوقتي انت اقل واجب تطلع ال 100 دي ملهاش اي قيمه دلوقتي. يعني كان زمان بقول لك بيتهز لها شنبات، تطلع ال 100 $، يتهز لها شنبات، وكله يقف يبص عليك ومش عارف ايه على ال 100 $ وكده. دلوقتي انت لو طلعت 100 $ بس تبقى شحات. يعني انت بتتكلم في اقل واجب دلوقتي 200 $، 160 $ لو كفت كمان، حسب الولايه طبعا. ولكن الولايات الغاليه لا، انت عايز لك 300 $400 بقى اكل الشهر من الحاجات بتاعتك، السوبر ماركت والكلام ده. فهو ده التضخم. شوف ال 4 $ اللي زايده في كل منتج، شوف لما بيتراكموا على بعض بيتجمعوا، بيعملوا ايه؟ بيبهدلوا الدنيا، بيبوظوا الدنيا خالص يعني. فانت كنت بتتكلم انك في الاول الشخصين مثلا لو انت ومراتك ولا حاجه كنت بتجيبوا اكل الشهر ب 100 $، دلوقتي عايز لك اقل واجب 200 $، 230 $، 220 $. كل ده ليه؟ علشان التضخم بتاع العمله، اللي السبب فيه مين؟ السبب فيه الديمقراطيين، اللي هم في ناس لسه بتدعم كاملا هاريس. انا عايز اقول لكم ان كاملا هاريس اسوأ من بايدن، بس ده مش فكره فيديو النهارده، فهنخليها الفيديو تاني. لو حبيتوا يعني اكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين، لو نتكلم في السياسه بقى وكده. بس فهي دي، انا قلت افهمك ان الحلم الامريكي صعب قوي دلوقتي يتحقق. طيب انا كسبان الهجره، جات لي فرصه ان انا اروح امريكا، ما اروح؟ لا روح. كسبان الهجره ما اقدرش اقول لك ما تروحش. انما لو عايز تعمل سياحه، عايز تروح انت بطريقه تانية، انت مش كسبان الهجره، لا هقول لك استنى شويه لحد ما الاوضاع تظبط، لحد ما ان شاء الله ترامب يمسك تاني امريكا والدنيا ترجع تظبط تاني. بس هو ده اللي انا بقوله لك. لكن لو انت كسبت الهجره، لا روح. روح، بس اعمل حسابك تجمع كل الفلوس اللي معاك، اي حاجه عندك، عربيه بيعها، عندك بيت بيعه، وهتاخد معاك فلوسه هناك، لان انت محتاج كل مليم هناك. كل مليم هناك، وكل ما زاد عددكم كل ما زاد احتياجكم للفلوس. واهم حاجه اللي بقول لكم عليها لازم تحطها في الحسبان لو رايح امريكا: السكن. السكن هناك غالي قوي، بتتكلم في اقل اوضه ب 2000 $، اقل اوضه. ولو في نيويورك ولا في حاجه زي كده هتعمل لها 2600 $3000. ما كانتش زادت دلوقتي، انا ما اعرفش دلوقتي، يعني الاسعار هناك بتزيد كل يوم. فخدوا بالكم من الموضوع ده، خدوا بالكم كويس جدا جدا جدا. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا رب ابقى جاوبتكم على الاسئله اللي انتوا بتسالوها وكده. فخد بالك لو رايح امريكا فاكر انك هتتدلع، لا انت هتشتغل، وكل فرد في اسرتك هينزل يشتغل، وهتتبهدلوا كلكم، وهترجع البيت تنام ومش هتلاقي وقت حتى انك تتفسح فيه. وحتى لو اتفسحت فيه يعني يا دوبك الفلوس اللي معاك هتكفيك اكل وشرب بس، على كل الشقه اللي انت هتبقى فيه ده. فخد بالك لو فاكر انك رايح تسهر وكده، لا انت رايح هناك هتنام بالليل اول ما ترجع من البيت، وهتصحى تاني يوم تنزل الشغل. هي دي امريكا دلوقتي. وبقول لك الفلوس اللي هتجيلك يا دوبك هتكفيك اكل وشرب بس. ولو معاك حد ولا حاجه اعمل حسابكم كلكم هتنزلوا تشتغلوا، علشان الموضوع صعب. مرتب واحد بس، شخص واحد بس مش هيكفيه غير هو بس، عشان تبقوا عارفين. فانت كل فرد في اسرتك لازم ينزل يشتغل عشان ما تعانوش يعني. بس كده. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو. سلام عليكم.